بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا وائل الصديقي، مخرج كليب سي بإيدي. أنا حبيت أوضح الحقيقة من ورا الكليب ده، وكان نفسي أبقى أوضح الكليب ده من جوه مصر، أوضح الحقيقة دي من جوه مصر مش من بره مصر. بس لأن في مافيا سينما، المافيا السينما دي محتكرة كل حاجة، محتكرة التوزيع، محتكرة الأفلام، حتى اللي بيصور كلهم أسرة واحدة، الموجود في السوق كلها أسر ما بيشغلوش حد من بره. الهدف الحقيقي من سي بإيدي اللي أنا أول مرة أقوله، وهو ده الحقيقة بجد، هدف سي بإيدي الشهرة، ان انا اتشهر. ليه اتشهر؟ مش عشان الناس تتصور معايا في الشارع، لا، انا لما اتشهر اقدر اتكلم والجرايد تكتب، ولما الجرايد تكتب الرساله بتاعتي توصل، والقنوات تذيع الفيديو اللي انا بعمله ده دلوقتي، فالرساله بتاعتي توصل. الرساله دي رساله لرئيس الجمهوريه. فاكر يا ريس لما اجتمعت بالفنانين ووقفت احمد السقا ويسرى وقلت لهم عايزين بقى شغل حلو وافلام حلوه وحاجات احسن زي ايام الاستاذه فاتن حمامه، وبعد كده حضرتك قمت للاستاذه فاتن حمامه احتراما ليها وسلمت عليها. الموضوع مش في ايد احمد السقا ولا يسرى ولا اي ممثل، الممثلين دول ادوات. اقصى حاجه يقدروا يعملوها ان يقول انا هختار الدور ده، بلاش الدور ده علشان انا وعدت رئيس اعمل ادوار كويسه، انما ما يقدرش يغير المنظومه السينمائيه في مصر كلها، ولا احمد السقا ولا اي ممثل. انا جيت مصر، شيء جميل انك تبعت ابنك بره مصر يتعلم ويرجع بالعلم اللي اتعلمه ده يفيد بلده، تمام؟ انا امنت بيك يا ريس وجيت لك من امريكا مخصوص علشان ادي لك صوتي. انا النهارده محتاج صوتك. انا جيت من امريكا من سنتين او من سنه ونص تقريبا، عملت شغل كتير جدا 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 وما تعرفتش، خبطت على كل باب، خبطت، ما فيش شركة انتاج او توزيع انا ما دخلتهاش. حاولت ان انا اخد حقي، اطلع افلام من عندي كمخرج وكمنتج علشان الناس تشوفني وتعرفني واشتغل في المجال اللي انا دارسه. كان الرفض او اوكي حاضر هنتصل بيك، حتى عرضت عليهم فلوس كتير برضو مرضوش يدخلوني. العملية مش عملية فلوس، العملية ان في احتكار، في رفض تام ان اي حد جديد يظهر. الهجوم اللي عليا دلوقتي وان انا بتحاكم دلوقتي في مصر ده شيء غريب، شيء غريب يا ريس. ليه؟ لان حصل في الافلام وفي الكليبات حاجات اكتر بكتير من الكليب بتاعي. ما حاسبونيش على 155 فيلم اللي عملتهم قبل كده، حاسبوني على اخر واحد بس، رقم 156. ليه؟ علشان في ناس في مافيا السينما في مصر عرفوا وائل جاي من بره وعايز يعمل ايه. انا بقى مش لوحدي، انا بقى ورايا اجيال. الاجيال دي اجيال مخرجين وممثلين ومونترين ومصورين، كلهم خرجوا من معاهد السينما جوه مصر وبره مصر، نفسهم في فرصه. انا اعرف مخرجين يا ريس شغالين كومبارس. واحد زي رزق رمضان اللي اشتغل معايا ده ممثل نفس امكانيات خالد النبوي، انا كمخرج بقيمه كده. اكبر دور خده كان دقيقه وبيطلع كومبارس. ليه؟ علشان بقى لنا 50 سنه بنتفرج على نفس الناس، والنهارده لما الناس دول كبروا دخلوا اولادهم يا ريس. قيس على كده مش في التمثيل بس، قيس على كده في الاخراج وفي الكتابه في السيناريوهات، وقيس على كده في كل حاجه، حتى التصوير، حتى المونتاج. يعني ايه اخش قناه فضائيه ابص الاقي المونتير خريج تربيه رياضيه والمخرج دبلوم تجاره؟ عرفت ليه يا ريس السينما راحت في 60 داهيه؟ ومصر بعد ما كانت هوليوود الشرق اصبحت مع الاسف، مش عايز اقول، المهم انها نزل مستواها تماما وانحدر. لان القائمين على السينما اصلا النهارده اللي محتكرين دور العرض السينمائي النهارده واخدين حقوق كل الشباب اللي زيي. يعني ايه واحد معاه ماجستير ولا دبلومه في الاخراج من امريكا مش لاقي شغلانه حتى مونتير في؟ انا بقالي سنتين في مصر يا ريس. لازم حضرتك تعرف المشكله دي. دلوقتي انا
بفتح النار على كل صناع السينما الموجودين النهارده، لانهم سبب في بوظ ان كذا جيل باظ تماما. انتشر البلطجه، انتشر التحرش، انتشرت المخدرات. في اخر 15 سنه القائمين على السينما المصريه لو كان عندهم حاجه عدله يقدموها كانوا قدموها، ما كانوش بوظوا اجيال. لان القائمين على السينما المصريه اصلا مش سينمائيين. يا ريس الوسط السينمائي ممكن يجيب لمصر فلوس اكتر من قناه السويس. انا اقدر احط منظومه تجيب لمصر فلوس من السينما اكتر من قناه السويس، بس طالب مساعدتك يا ريس. انا مش لوحدي، انا ورايا كميه مخرجين شباب وممثلين شباب من كتر الكبت والقهر اللي عندهم في ناس منهم ماتت من غير ما يشوفوا حلمهم ده بيتحقق. كان لازم اعمل اسفاف علشان خاطر الناس تبص تقول وائل الصديقي اهو صحيح، وبعدين الدنيا كلها هاجت عليا. ليه؟ علشان ما اخشش الوسط، لان المافيا اللي في الوسط عرفت وائل جاي يعمل ايه، وقال لهم ان هو هيمنع الاسفاف وان هو بيحاربهم بنفس سلاحهم. المطلوب من رئاسه الجمهوريه ايه؟ الخلاصه بقى، المطلوب من رئاسه الجمهوريه ايه؟ زي ما انا وقفت جنبك يا ريس وامنت بيك لان مصر كانت داخله في حيطه، انا بقول لك عايزك تقف جنبي وتامن بيا لان السينما اوريدي داخله في حيطه. قرار من رئيس الجمهوريه بتاميم جميع دور العرض السينمائي في جمهوريه مصر العربيه لصالح الدوله. مفيش حل تاني. 2. انشاء قطاع للسينما المصريه، وزاره يقوم عليها وزير سينمائي، لا هو اصلا دكتور اسنان ولا دكتور اطفال، سينمائي ويكون مشهور عنه النزاهه. يبقى 1 تأميم جميع دور العرض السينمائيه في مصر لصالح الدوله. 2 يقوم على وزاره السينما، ينشأ وزاره للسينما فقط لانها مش اقل من اي جهه تانية مهمه تقدر تدخل دخل كبير جدا للدوله واكتر من قناه السويس، بل مليارات. وانا اقدر انفذ المنظومه دي. انا مش بهرج ولا جاي مصر عشان اهزر. انا معايا علم وعايز اطبقه في بلدي وهطبقه، يطبقه يموت. مفيش حل تاني. تأميم جميع دور العرض السينمائي في مصر، انشاء وزارة لقطاع السينما يقوم عليها وزير سينمائي يكون معروف عنه النزاهة. حد سينمائي بجد، داود عبد السيد، علي بدرخان، شريف عرفة، في ناس كتير قوي مخرجين يقدروا يقفوا يمسكوا السينما دي ناس تعبت وطلعوا بمجهودهم وعارفين يعني ايه السينما. يكون مهام الوزير الاول، مهمة الوزير الاولى تحقيق العدالة السينمائية في التوزيع. تحقيق العدالة في التوزيع السينمائي بمعنى ايه؟ كل مخرجين مصر والعرب، معروف ومش معروف، مشهور ومش مشهور، يقدم فيلمه للوزير، وتكون دي مهام الوزير الاولى. ينزل الفيلم في السينما اسبوع، جاب $500,000 جنيه بالنص ما بين الدولة وما بين المنتج او المخرج. لو جاب $500,000 جنيه نديله اسبوع تاني، لو جاب $500,000 جنيه نديله اسبوع تالت. من اول اسبوع لو فيلمك ما جابش فلوس هنشيله ونحط فيلم تاني. لو عملت كده يا ريس هتبص تلاقي مخرجين مصر كلهم والشباب كلهم اللي مش لاقيين فرصه بيموتوا نفسهم عشان كل واحد فيهم فيلمه يطلع ويقعد اطول مده في الاسبوع، اطول مده في السينما، اسبوع واثنين وثلاثه. هتبص تلاقي مصر بدات تنتج افلام اكتر من الهند واكتر من امريكا. ده مش مصر بس، والوطن العربي كله. نفتحها لاخواتنا العرب. انت كده هتضرب 20 عصفور بحجر واحد. اولا هتخدم ولاد بلدك، الناس اللي عندها قهر من الاحتكار السينمائي الموجود، دي نمره 1. نمره 2 هتشغل الناس اللي هي يا عيني خريجين معهد سينما ومخرجين وشغالين كومبارس. نمره 3 هتديلهم فرصه في بلدهم بدل ما يطلعوا بره. نمره 4 هتدخل دخل كبير قوي للدوله، لان الفلوس دي هتبقى بالمناصفه ما بين الدوله، لان هعرض لك الافلام بتاعتك في السينمات اسبوع، والله فيلمك ناجح هسيبه. بعد كده كل الفلوس دي هتخش على الخزنه بتاعت الدوله. وفي نفس الوقت خلال 6 شهور هتبص تلاقي مصر اصبحت مهرجان سينمائي عربي دولي مفتوح على طول، مش اسبوع ولا 2. هتبص تلاقي مخرجين الدنيا كلها جم علشان يعرضوا افلامهم في مصر، وهترجع مصر خلال 6 شهور هوليود الشرق.
هي دي الرسالة اللي انا اصلا قاصدها من الفيديو ده عشان اتشهر. انا مش عايز الناس تصور معايا في الشارع، انا عايز اتشهر عشان لما اقول الرسالة دي توصل لرئيس الجمهورية، زي ما انا وقفت جنبك وجيت من امريكا مخصوص وعطيت لك صوتي علشان تلحق مصر قبل ما تخش في مشكلة. انا كمان النهاردة طالب منك قرار، عشان انا النهارده بتحاكم عشان جاي اصلح حاجة. عارف انا بتحاكم من مين؟ انا ولا حد، انا ولا حاجة، انا ولا حاجة. وكل الهلومة اللي حاصلة عليا دي عشان هم عارفين انا جاي اعمل ايه. مافيا السينما، مافيا السينما النهارده اللي ماسكها تجار لحمه، مافيا السينما النهارده اللي ماسكها تجار مخدرات، مافيا السينما النهارده اللي ماسكها تجار سلاح ومعروفين بالاسم. والناس اللي ماسكينها في الحقيقه دول مجرد وشوش، انما اللي وراهم ناس بتغسل فلوسها في السينما المصريه. يا ريس الحقنا، الحقنا يا ريس، الحق كذا جيل بحاله. لو سمحت قرار من رئيس الجمهوريه تأميم جميع دور العرض السينمائي. هتقول لي انا ممكن اخد السينمات من الناس يزعلوا يا ريس، هو دول السبب في ضياع كذا جيل. انا محتاج وقفة كل شباب المخرجين والمنتجين، الناس اللي هي مقهورة من كتر الاحتكار السينمائي الموجود في السوق المصري ومش عارفين يطلعوا، عشان نعمل ثورة سينمائية عربية تطلع بمصر تبقى هوليوود الشرق تاني. نعمل شغل صح كويس مظبوط كسينمائيين، وفي نفس الوقت ندي ولاد بلدنا فرصه، وفي نفس الوقت ندخل دخل مصر من السينما اعلى من قناه السويس. كل ده هيتحقق، وكمان هيبقى مهرجان عربي سينمائي، في عرس فرح عربي سينمائي. هو ده رئيس الطلب الوحيد اللي انا طالبه منك. اتحاكم ما اتحاكمش، يحصل لي اي حاجه، مش دي المشكله. المشكله ان الرساله دلوقتي توصلك، وعلى عيني اني بقولها من بره مصر، على عيني اني بكلمك يا ريس من بره مصر. لان انا سبت مصر يوم 21، لكن لسه في نيابه ولا كان لسه في حاجه، لاني كنت متفق على شغل في تونس. فقلت اجي اشتغل في تونس وما ارجع اكلم رئيس جمهوريتي من بلدي. دلوقتي المطارات كلها والنيابه والدنيا كلها مستنياني عشان ارجع، عشان اخش السجن. اخش السجن، بس المهم النهارده ان وصلتك الرساله. طبعا اللي انا قلته ده يلف حبل المشنقه حوالين رقبتي. من مين؟ من مافيا السينما، لانهم اصلا مش سينمائيين بيغسلوا فلوسهم فيها. انما لو وقف جنبي الشعب المصري، لو عايزين ولادكم ما تشوفش الاسفاف اللي احنا شفناه، لو عايزين ولادكم ما ينتشرش بينهم المخدرات والبلطجه والدعاره والاسفاف، لازم ناخد السينمات من الصيع دول ونحطهم عندنا، ترجع السينمات لمصر تاني يا ريس. علشان كده انا النهارده محتاج صوتك. لو انا في تونس، لو السفاره المصريه اتصلت بيا قالت لي في استدعاء من رئاسه الجمهوريه، هاجي لك جري، بس هات معايا حد من المخرجين اللي فاهمين، حد ممكن يبقى وزير للسينما يقدر فعلا يعمل اللي انا بقوله ده. ولو بعد 6 شهور مصر ما اصبحتش هوليوود الشرق تاني ومهرجان كبير مفتوح للوطن العربي للسينما، اعدمني يا ريس. لو لقيتني بدور على اي مصلحه شخصيه لوائل الصديقي، اعدمني يا ريس. هو ده هدف الشهرة من ورا الكليب الخايب اللي عاملين عليه فيلم هندي. اني اوصل الرسالة دي لرئيس الجمهورية، يا هعدل السينما في مصر يموت، ومش هسكت، هفضل وراها، ومش لوحدي، ورايا كمية ممثلين ومخرجين مقهورين من الاحتكار السينمائي، وهنفضل وراكم لغاية ما ناخد السينمات منكم غصب عنكم. ثورة بمعنى كلمة ثورة، عشان مصر ترجع تاني هوليوود الشرق، وهترجع وهقدر ارجعها. مش احمد السقا ولا اي ممثل عنده ده، رئيس الجمهورية. انت يا ريس اللي تقدر بقرار واحد تنفذ ده. للمرة الثالثة تأميم جميع دور العرض السينمائي في مصر لصالح الدولة. 2 إنشاء وزارة يقوم عليها وزارة فقط للسينما، وزارة قطاع السينما يقوم عليها وزير سينمائي من أحد المخرجين الكبار المعروف عنهم النزاهة والشرف، ما ينفعش يبقى مرتشي. ويدي الشباب كلهم فرصة، تودي فيلمك للوزير بنفسه، تودي فيلمك مكتب الوزير بنفسك، تتعرض، تعرف ميعادك امتى لمدة 6 شهور. انا ممكن اساعد الوزير ده، انا ممكن اقول لك فيه تفاصيل اكتر بكتير، عشان ما حدش برضه يستغل العري في ان فيلم يقعد مدة كبيرة في السينما. المنظومة دي مش تهريج، المنظومة دي دراسة علمية متطبقة في كذا دولة، وانا عايز اطبقها في مصر لان مصر مش اقل منهم. لو سمحت يا ريس الحقنا. لو انتوا قنوات محترمة ذيعوا الفيديو ده عشان يوصل لرئيس الجمهورية. لو انتوا مخرجين وممثلين مش لاقيين فرصة، اقفوا ورايا ودعموني وذيعوا الفيديو ده عشان كلامنا يوصل لرئاسة الجمهورية. مش هينفع يساعدنا غير السيسي، مش هينفع يساعدنا غير السيسي.
ولو ما دخلتش السينما يا ريس خلال 6 شهور من اللي انا بطلبه ده دخل اعلى من قناه السويس، يبقى تعالى حاسبني. وانا مسؤول عن كل كلمه انا بقولها. انا بقى هرجع مصر دلوقتي وقابل مصيري، انما خلاص الرساله وصلت. وائل الصديق.